ازيك يا كريم عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا سلمى؟ خدتوا ايه النهارده في العلوم؟ خدنا درس الطاقة الحرارية. يعني ايه الطاقه الحراريه؟ الطاقة الحرارية صورة من صور الطاقة، بتنتقل من الجسم الأعلى في درجة الحرارة إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة. درجه الحراره؟ هي ايه درجه الحراره يا سلمى؟ هي الحالة الحرارية للجسم اللي بيتوقف عليها اتجاه انتقال الحرارة منه أو إليه عند ملامسته لجسم آخر. يعني الحراره بتنتقل يا سلمى من جسم لاخر؟ أيوة طبعا بتنتقل. عندنا 3 طرق لانتقال الحرارة: انتقال حرارة بالحمل، وانتقال حرارة بالتوصيل، وانتقال حرارة بالإشعاع. طيب يا سلمى، وضحي لي يعني ايه انتقال حراره بالتوصيل؟ يعني يا كريم، لو احنا جبنا كوباية شاي سخنة وحطينا فيها معلقة معدنية، هنحس بسخونة طرف المعلقة. مش ده اللي بيحصل يا كريم؟ طيب عايزة اعرف بقى ليه بحس بسخونة الطرف المعلقة؟ علشان ده اسمه انتقال حرارة بالتوصيل، وتعريفها هو انتقال حرارة خلال بعض الأجسام الصلبة من الطرف الأعلى في درجة الحرارة إلى الطرف الأقل في درجة الحرارة. يعني كده انتقال حراره بالتوصيل بيتم خلال الاجسام الصلبه يا سلمى. فهمت انا كده. طب فهميني، انتقال حراره بالحمل بيتم فين؟ انتقال حرارة بالحمل بيتم خلال الأوساط الغازية والسائلة، بصعود جزيئات الوسط الساخن لأقل كثافة الأعلى، وهبوط جزيئات الوسط البارد الأكبر كثافة الأسفل. ممكن توضحها لي اكتر يا سلمى؟ عشان انا مش فاهمها كويس. حاضر يا كريم. يعني احنا مثلا لو حطينا المدفأة بنحطها على أرضية الغرفة ولا في أعلى الغرفة؟ طبعا بنحطها على أرضية الغرفة. ليه؟ عشان المدفأة بيتم تسخين الهواء القريب منها، فبتقل كثافته، وبالتالي بيرتفع لأعلى ويحل محله هواء بارد اللي هو أكبر كثافة، ويستمر صعود وهبوط تيارات الهواء إلى أن يتم تدفئة جو الغرفة بالكامل. عندنا بقى العكس في الفريزر، بنحطه في أعلى التلاجة. ليه؟ علشان الفريزر بيعمل على تبريد الهواء القريب منه، فتزداد كثافته، وبالتالي بيهبط لأسفل وبيحل محله هواء أقل برودة، يعني أقل كثافة، ويستمر هبوط وصعود تيارات الهواء إلى أن يتم تبريد الهواء داخل التلاجة بالكامل. فهمت كده يا كريم؟ ايوه يا سلمى، فهمت كده. متشكر ليكي جدا. طيب فهميني بقى، يعني ايه انتقال الحرارة بالاشعاع؟ يعني يا كريم، لو انت وقفت في مكان مفتوح وفيه شمس، انت هتحس بالسخونة. ليه؟ عشان حرارة الشمس وصلت للأرض دون الحاجة إلى وجود وسط مادي بتنتقل من خلاله، وطريقة الانتقال دي بسميها انتقال حرارة بالإشعاع. انا كده فهمتك. علشان كده احنا في الشتاء بنلبس الملابس الداكنة عشان بتمتص معظم الاشعاع الشمسي. اما في الصيف بنعمل العكس، بنلبس الملابس الفاتحة عشان بتعكس معظم الاشعاع الشمسي. صح كده يا سلمى؟ أيوة صح، برافو عليك يا كريم. وعلشان كده لا تنتقل حرارة الشمس إلينا عن طريق التوصيل والحمل، لأن هناك فراغ شاسع بين الشمس والأرض. ايوه انا كده فهمت يا سلمى. انتقال حرارة بالإشعاع مقصود بيها هو انتقال حرارة من جسم درجة حرارته مرتفعة إلى الوسط المحيط دون الحاجة إلى وجود وسط مادي تنتقل خلاله. وكمان بتصل حرارة المدفأة إلينا عن طريق الحمل والإشعاع، وكل المصادر الضوئية تنبعث منها الحرارة بالحمل والإشعاع. بس الشمس هي الوحيدة اللي بتصل إلينا الحرارة بالإشعاع فقط. أيوة صح يا كريم، أنت كده فهمت درس الطاقة الحرارية. والمرة الجاية هنبدأ مع بعض دروس تانية. لو مش فاهم حاجة اسألني واكتبلي في الكومنت، وأنا كمان هرد عليك. وما تنسوناش باللايك والشير. باي باي، مع السلامة.